السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما اتعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى راجعين نبدأ خلاص وجع دماغنا وهنرجع نروح المدارس. فقررنا نعمل الفينو في البيت بما اننا هنوفر شوية. تعالي نشوف هنعمل ايه. هنجيب مع بعضنا كوبايتين مية ونحطهم ونحط عليهم 11 جرام خميرة، وننزل عليهم بنص كوباية سكر ونقلبهم مع بعض، وبعدين نروح عاملين على الجنب تاني نروح حاطين عليهم 5 معالق دقيق او كوبايه دي ونقلبهم مع بعض. شايفين الحلاوه؟ ايوه، هنقلبهم مع بعض كده ونركنهم على جنب. انتي بقى ما تنسيش لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقولي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده. دي الخميره بعد ما سيبناها مع بعضنا شويه كده عشان يعني ايه، تتقل شويه وتخمر. عشان تعرفي الخميره بتاعتك ناجحه ولا لا، هتلاقيها بتطلع فقاقيع. وهنجيب بقى نص كوبايه زيت ونحط بقى ايه السر بتاعنا بتاع النهارده عشان نعمل الفينو من غير ولا بيض ولا اي حاجه. كل الحاجه موجوده عندك في البيت. نحط معلقه خل عشان خاطر يخلي الفينو بتاعنا طري من جوه كده وهش من بره. وجايبين معانا كوبايه دقيق ونروح نازلين عليها بمعلقه بيكنج باودر. هتحطي عليها بيكنج باودر يا ام سما؟ ايوه، هنحط بيكنج باودر عشان خاطر يديله الطراوه بتاعته كمان من جوه. ونروح نازلين عليه بقى بالخليط بتاعنا الخميره اللي هي عباره عن ايه، عباره عن كوبايتين دقيق، نص كوبايه زيت، 11 جرام خميره، ونص كوبايه سكر، وسايبينهم مع بعض يخمروا. اديني بقول المكونات واحده واحده اهو. متنسيش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. تقولي ايه رايك في القناه بتاعتي؟ ونروح ماسكينها بقى. بصي، عايزاكي تطلعي كل الغل اللي جواكي، اعجني على قد ما تقدري يا فوزيه انت وهي. يلا افتكري المدارس وافتكري صحيان بدري وافتكري المذاكره وافتكري كل حاجه. هتلاقي العجينه بتاعتك طلعت زي الفل، هتبقى معجونه عجنا. بصي ما اقولكيش، بصي العجينه بتاعتنا اللهم بارك كانت طالعه جميله. عجناها كويس. نخدت قد ايه ميه؟ الميه دي على حسب نوع الدقيق بتاعك. في دقيق ممكن ياخد كوبايه وفي دقيق ممكن ياخد نص كوبايه. الدقيق بتاعي ده خد نص كوبايه بالظبط في العجين. ونزلت عليه عشان الامانه بعد نص كوبايه زيت حطيت حوالي مثلا معلقه زيت كمان عشان نلم العجينه بيه. بصي العجينه بتاعتي بقت عامله ازاي. سيبناها تخمر بقى شويه. بصي العجينه مجرد ما تعرفي ان هي خمرت ولا لا تحطي ايدك فيها كده تلاقيها مرتاحه. يعني ايه؟ العجينه ارتاحت خلاص، نفسيتها مرتاحه يا جدعان. هننزل بقى الخمر بتاعها شويه. احنا مش عايزينها تخمر الخمر الكامل، عايزينها خمر نص خمر كده اهو. بصي اللهم بارك بقى. نروح جايبينها بقى على ايه، على اي حاجه عندك هتفردي عليها العجينه، ونروح مقطعينها على قد ما انت عايزه بالظبط. انا ما بعرفش اكور قوي يعني، معلش اعذروني في التكوير. بس ايه يعني، اقطعي العجينه بالقطعه بتاعتك على قد ما انت عايزه ايه رغيف الفينو يطلع قد ايه. هتعجنيها وتلميها وتفركيها لتحت كده وتلمي معاكي عجينه تطلع عجينه مدوره وزي الفل. طب وبعدين يا مسامة هتسيبها على كده؟ لا، هنرجعها. مش انا قلتلكوا احنا سيبناها تخمر نص خمره؟ هترجع تاني ترتاح شويه. هتغطيها، تحط عليها هتحط عليها كيس وتروحي سايباها ترتاح شويه كمان عشان خاطر ايه، ترجع تتفرد معانا وتبقى زي الفل. بصوا اللهم بارك، العجينه عامله زي الملبن ازاي يا جماعه. متنسيش بقى تقولي استعدتوا المدارس عملتوا ايه واشتريتوا الحاجات بتاعه المدارس ولا لا، ولا لسه؟ واخباركم ايه في كتب الخارجيه واسعارها عامله ايه معاكم؟ بصوا العجينه بعد ما ارتاحت اللهم بارك، الكيلو دي طلع معايا كميه حلوه قوي. بصوا اللهم بارك، الكميه طلعت معايا كميه محترمه. يعني انت لو حسبتيها اصلا التكلفه كيلو دي مثلا ب 18 جنيه، مش وهتطلعي منه هتجيبي انت قولي هتجيبي مثلا ب 20 جنيه. طب كل واحده مثلا دلوقتي عندها مثلا ربنا يبارك يا رب في ولادنا ولاد المسلمين اجمعين، عندها 3 عيال واللي عندها عيالين، هنجيب يا جدعان منين فينو ده كله؟ فانت فكري تعمليه في البيت وفري وكتري. دي طبعا ايد امي ربنا يخليها لي يا رب. طبعا هي بصي اول لما بنبدا نعجن تلاقيها هي على طول ايديها قبلايه، يعني بتحب الحاجات دي جدا. هي اللي بتشجعني على فكره على الموضوع بتاع اي حاجه فيها معجنات، لا امي ايديها جريت فيها على طول. بص بقى، احنا بناخد حته العجينه بعد ما بترتاح شويه ونروح فردينها زي ما انت شايفاها كده، بنفردها مدور ونروح فردينها واحده واحده كده بدوران عشان عايزين الفينو من جوه يكون فيه دورانات كده. ونروح جايين مطبقينها واخدين الحروف ونروح ماسكينها مع بعضها كده كويس. ونروح لفينها زي الرغيف كده ونروح حاطينها. شايفين الصبع بتاعي من صبع امي عاملين ازاي يا جماعه؟ ربنا يخليها. بس الصبع بتاع امي فيه البركه كده يعني. بص اهو بنفردها اهو، انا بعمل واحده تاني قدامكم اهو. هنفردها مدوره، حاولي على قد ما تقدري تفرديها مدور. طبعا اللي زي حالاتي مبتدئين في العجين والحاجات دي يعني واحده واحده هتطلع اشكال هندسيه بس عادي عديها. احنا اللي هناكله محدش غريب. نروح ماسكينها من جناب كده، نروح قافلينها زي ما كنا بنقفل القطايف. نلف كده ونروح قافلينها، ونروح لمين الجبان على بعضها، الجناب على بعضها، ونروح حاطينها في الصاج ونروح سايبينها بقى لحد ما تخمر. بصي بقى خمرت معايا، بص اللهم بارك. بص شكل الرغيف عامل ازاي. والله يا جماعه العيش ده ما قعدش اصلا. لان انا كنت عامله الفينو ده عشان خاطر استاذ ابراهيم يا جماعه. قلت لكم استاذ ابراهيم يا جماعه شهاده يا ناس في سنه اولى حضانه، فعملنا له الفينو.
بصوا بقى اهو هنحط بقى اي حاجه عندك انت عايزه ترشيها ترشيها. ممكن تحطي بضايه بحبه فانيليا، ممكن تحطي حبه ميه بسكر اهو. بصوا ابراهيم هيحط ايديه معانا، لازم اللمسه بتاعته. هنروح عاملين جايبين نص كوبايه ميه بحبه سكر، ونروح حاطين عليه السمسم. دي انسه سمكه بتحط السمسم. بصوا الفينو اللهم بارك، بجد كان تحفه. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك